هو انتوا تعرفوا الجن لما بيمس انسان وبيلبسه وبيدخل جسمه الضعيف وبيحتله، وبعد كده هما بيحاولوا يخرجوا الجن من جسمه. هو بيخرج منين بالظبط؟ بيخرج من عينيه ولا من رجله ولا من ايديه؟ هو فعلا بيخرج من رجله، بس للاسف الشديد بيسيب اثر بشع قوي مكان خروجه من جسم الانسان. انت ممكن ما تفتكرش اللي حصل يومها ولا عملت ايه اصلا، ولا انك ضربتهم او انك اتكلمت بصوت مرعب ومخيف وخشن وغريب، او انك اتكلمت باصوات غريبه قوي مش صوتك اصلا. مش مهم، اصلك مش هتفتكر حاجه اصلا، بس اللي هتفتكره بجد هو الاثر اللي بيسيبه خروج الجن، هيفضل مكانه موجود وكانه حرق على جسمك. النهارده هحكي لكم قصه مرعبه حصلت في الوراق. لعشاق القصص الحقيقيه باللهجه المصريه، انتوا في المكان الصح. انا ضحى عفيفي، والنهارده جايبه لكم قصه مرعبه حلوه جدا من اللي قلوبكم تحبها. القصه دي مش لاصحاب القلوب الضعيفه، فجمدوا كده قلبكم وادخلوا معايا في القصه. أنا اسمي رندا من مصر، عمري دلوقتي تقريبا 34 سنة. القصة حصلت معايا من سنين طويلة، كنت لسه صغيرة عندي 18 سنة، بس لسه فاكراها لغاية النهاردة، وفاكرة كل حاجة حصلت الفترة دي. أصل القصة دي واللي شفته صعب إنه يتنسي أصلا. لما تسمعوا القصة هتعرفوا وتصدقوا كلامي. وقتها بابا اشترى بيت جديد، البيت وقتها كان سعره رخيص جدا بطريقة غريبة رغم كبر حجمه، بس كان فرصة وعرض مغري. بابا ما صدق لقاه وقتها، كان سعره أكتر من السعر اللي دفعه بابا وقتها بكتير، كان فرصة ولقطة طبعا وبسعر مغري. الأول أنا عندي 4 إخوات غيري، مش وحيدة يعني. وفي أول يوم لينا في البيت الجديد او الشقه الجديده كنا نايمين من التعب وترتيب البيت وفرشه، كان يوم متعب قوي، واكيد اللي بيعزل عارف كلامي كويس. وبعد نص الليل بشويه قمنا مفزوعين لاننا سمعنا صوت هبده جامده جدا، وكأن البيت وقع منه دور في الارض. صحينا في فزع وافتكرنا البيت بيقع. سالنا الجيران اللي حوالينا عن سبب الهبده دي، قالوا لنا احنا ما سمعناش حاجه، بس كلنا سمعنا الهبده، مش انا لوحدي. كان موقف غريب، بس قلنا جايز بيتهيأ لنا. على فكره احنا ساكنين في منطقه شعبيه اسمها الوراق، علشان تبقوا عارفين. الشقه اللي فوق مننا ولاد الجيران فيها رخمين قوي، كانوا بيفضلوا يهبدوا ويمشوا فوق السقف ويخبطوا. هو تقريبا العيال دي ما بتحبش اللعب غير بالليل، واحنا نايمين الهبد زاد والتخبيط فوق راسنا كان كل يوم بيزيد. قلنا يمكن يكون ده ولاد الجيران، او جيران بيعزلوا وبينقلوا عفشهم، مين عارف، او العمال بيشتغلوا في شقه عروسه. المهم طلعنا اسباب كتير لسبب الهبد ده. المصيبه بقى والمفاجاه اللي عرفناها بعد كده ان الشقه اللي فوق مننا دي اصلا شقه فاضيه ومفيش حد ساكن فيها. اصحاب الشقه سابوها لما ابنهم الصغير مات من شهور. الولد وقع في المنور وهو بيطير طياره من الدور الخامس ومات وقتها. عرفت ان جده الولد غلت عدس اصفر ورمته على الارض، وكمان دقت مسامير في الارض علشان عفريت او روح الطفل ما تفضلش في البيت. طبعا كنت عارفه ان كل دي تخاريف عجايز، بس جارتي قالت لي حاجه غريبه قوي يومها وخلتني معرفش انام بالليل من الرعب. جارتي قالت وهي وشها اصفر وعينيها واسعه قوي وخايفه بانهم بيسمعوا اصوات قطط على السلم. ما هو ده عادي يعني، القطط على السلم في منطقه شعبيه. لا اصلها قالت لي ان القطط دي بتتكلم زينا وليها اصوات غريبه قوي. كنت في الاول مش مصدقه التخاريف دي، هو في قطط هتتكلم زي البشر؟ بس في الحقيقه ده فعلا حصل معايا انا واخواتي، كنا فعلا بنسمع اصوات قطط بتتكلم زينا. بصوا هو مش زينا كلام يعني، بس فعلا تحس انها بتتكلم زي البشر. مش عارفه الصراحه اوصفها لكم ازاي، بس انا كنت خايفه من القطه دي بالذات. كانت قطه سودا ودايما بتظهر على السلم، كنت بترعب منها. اصلها كانت بتفضل تبص لي قوي، معرفش عايزه مني ايه. الوقت ده كنت بشتغل في صيدليه جنب الدراسه. في الفتره دي وانا في الصيدليه في دكتور في العياده اللي جنبنا حادثه غريبه حصلت له ومحدش يعرف مات ازاي. المهم الدكتور ساب كتب كتيره جدا في العياده، كانوا بيفضلوا العياده وبيبيعوا الحاجات اللي فيها. السكرتيره اللي كانت شغاله في العياده مع الدكتور كانت صاحبتي جدا وعارفه اني لسه في الكليه، قالت لي تعالي يا رندا خدي كام كتاب. مرات الدكتور قالت لي ارمي الكتب دي، يمكن الكتب تفيدك في دراستك. انا لقيتها فرصه وانا بحب القرايه قوي، رحت اخد كام كتاب، بس لفت انتباهي كتاب غريب جدا، بس والله ما فاكره اسمه بالظبط. اخدت الكتاب معايا البيت وسبته فتره وما فتحتوش خالص. بس الغريب ان كل يوم كنت بسمع صوت حد بيتنفس جنب ودني وانا نايمه، كل يوم كنت بصحى على الانفاس دي، معرفش فيه ايه. بس احنا لما جينا البيت ده كل حاجه بتحصل غريبه، ما بقتش اركز خالص. المهم انا حبيت اقرا الكتاب اللي اخدته من العياده، بدات قرايه الكتاب على ضوء هادي وقليل. كنت خايفه من بابا الصراحه، خايفه يصحى وياخد مني الكتاب ويزعق لي او يضربني. اصل بابا على فكره شخصيه شديده جدا لدرجه ان انا متجوزه دلوقتي ولغايه النهارده وبخاف منه انا واخواتي لما نسمع صوته من اي مكان، بس احنا بنحبه جدا، بس هو ليه دماغه بقى. المهم بعد كده قعدت اقرا الكتاب، كان فيه رسومات غريبه قوي ورموز ومربعات، ويقول لي قولي دي الحمار 4 مرات وكرري الجمله دي كذا مره. انا عملت زي ما قال، وفي جمل كررتها بغباء وعدم فهم، وبعد كده ما حسيتش بنفسي ونمت. صحيت تاني يوم وشي كان شكله غريب وشكلي كان مختلف، كان لوني غامق وعينيا منفخه. ماما قالت عادي ده دور برده وهيروح لحاله. اليوم ده بعد العصر الشيخ اللي بيحفظ اخويا القران جه البيت عندنا وسمعت صوت القران، دخلت عليهم وضربت الشيخ جامد، اسمه الشيخ شريف. معرفش انا اتجننت ولا ايه، محدش كان مصدق اللي عملته. الشيخ مسكني واخويا وبابا وامي مسكوني جامد، والشيخ قعد يقرا عليا قران بس كانوا مش قادرين عليا. وبعد كده هديت وتاسفت للشيخ اني معرفش عملت كده ازاي، محدش كان يعرف ان الكتاب معايا. بعد كده كان صوتي بيتغير لكذا صوت. في الوقت ده كنت بسمع صوت طفل صغير
صغير بيعيط كتير وبعدها بيضحك لوحده، وبعدين لقيته قاعد على الكرسي قدامي. قلت لماما بس هي ما صدقتنيش وقالت لي انت عايزه تهربي من شغل البيت وخلاص. اليوم ده بالليل والدنيا ضلمه كنت قاعده لوحدي، طلعت الكتاب علشان اكمل قرايته وانا بقراه لقيت حد بيلمس ايدي. حسيت بالخوف لان ما كانش في حد معايا غير الكشاف في ايدي علشان اعرف اقرا، اصل ما كنتش عايزه ايد النور علشان بابا ما يصحاش ويحس ويشوفني ويزعق لي. انا كنت هموت من الرعب وخفت اتحرك من مكاني لحد ما نمت وصحيت على صوت اختي الصغيره وهي بتقولي ايه الكتاب ده يا رندا. لقيتها خايفه مني وبتقولي برعب انت بتبصي لي كده ليه؟ انا خايفه. قلت لها بتعجب ببص لك ازاي تافهه. وبعدين قلت جمله غريبه، اختي خافت مني وانا قعدت اقول لها بصوت غريب شايفه ايدي شفافه ازاي، وقعدت اضحك ورحت مصرخه في وشها مره واحده وقلت لها امشي من هنا دلوقتي احسن لك. اختي كانت خايفه مني ومن طريقتي، وماما لاحظت اني اتغيرت قوي ما بقتش اتكلم معاهم وبقيت اقعد لوحدي كتير وبتكلم مع ناس مش موجوده. كنت غريبه ومرعبه الفتره دي وكنت بفسر احلامهم بطريقه غريبه، كل اللي بقوله كان بيحصل بالظبط وكان كله بيسالني عن تفسير حلمه، والجديد عليهم اني كنت بقول لهم كمان اللي حصل معاهم بالظبط في اليوم ده ومشاكلهم وتفاصيل محدش يعرفها اصلا. كانوا فعلا بيخافوا مني وامي خافت عليا واخدتني الشيخ في فيصل اسمه الشيخ اسلام. رحت معاها وكان شكل عينيه خوف وحط على وداني سماعات وقال لي اسمعي قران وقولي لي ايه اللي بيحصل لك. قعدت اضحك بصوت رهيب وكان في طفل بيضحك وبيلعب في كل حاجه حواليا. قلت له لا ولا اي حاجه. قال لي طيب قولي لي ايه اللي انت شايفاه جنبي. قلت له 2 ماسكين سيف ومكتوب عليهم لا اله الا الله. ولما قلت كده رفض حالتي خالص وطردني انا وامي ورجع لنا الفلوس. امي برضو ما يأستش، راحت عند شيخه اسمها منى شابه صغيره بس قالت لي تعالي هعمل لك حجاب والكلام ده، وحطت ورقه وقعدت عليها وسمعت طقطقه القلم وهو بيكتب ولقيتها بتتوضى باللبن وحاجات غريبه كده. قلت لماما يلا يا ماما يلا نروح الست دي اخرها الحركتين دول بس. اخويا في جامعه الازهر قسم تاريخ وحضاره وكان بيتكلم مع زميله عن حالتي والحاجات اللي بتحصل لي، وسمعوا شيخ اسمه الشيخ هشام قال له ممكن تحكي لي الحكايه من الاول ووصف اختك حجمها عامل ازاي وصوتها بيتحول لكام صوت. اخويا ما كانش فاهم ليه الشيخ بيسال الاسئله دي كلها. الشيخ قال له انا هاجي ازوركم. اخويا قال له اتفضل حضرتك شيخنا ومعلمنا. وبعد اسبوع الشيخ هشام جه يزورنا ومعاه شيخ تاني من جامعه الازهر وقال له ممكن تحكي لنا الحكايه من الاول. رحت للشيخ وحكيت كل اللي حصل واللي بشوفه واللي بسمعه وذكرت اسم الكتاب، ولما قلت اسم الكتاب الشيخ التاني وقف وقال لي انت قريتي الكتاب ده كله ولا لا؟ انت محتاجه علاج بسرعه. انا استغربت قلت له علاج ليه؟ هو انا تعبانه يا شيخ؟ انا كويسه بس بشوف حاجات غريبه وبسمع اصوات. الشيخ قال لي هاتي الكتاب لانه ما ينفعش يقعد معاكي اكتر من كده، واخده فعلا معاه وهو ماشي قال لي قريتيه كله ولا جزء منه؟ والكتاب ده بتاع مين؟ قلت له ده بتاع دكتور وعمل حادثه ومات، والكتاب ده كان في عربيته مع مجموعه كتب وودوه العياده ومراته كانت عايزه تتخلص من الكتاب ده. الشيخ قال لي وما لقيتيش الا الكتاب ده وتاخديه؟ وهو بيكلمني وشي كان بيحمر وجسمي درجه حرارته بترتفع لوحدها وحاسه بسخونيه شديده. المهم حالتي اتغيرت جدا وبقيت كل يوم بتكلم معاهم في البيت بصوت مختلف، مره راجل ومره ست، وهم قالوا عليا مريضه نفسيا وطبعا قرروا ياخدوني لدكتور نفسي في السر لان عندنا الدكتور النفساني في المنطقه الشعبيه يعني مجنونه، ده غير حالي اللي هيقف في الجواز. خدوني لدكاتره كتير واللي يقول انفصام واللي يقول دي ما عندهاش اي حاجه. المهم ما وصلوش لاي حاجه. ماما زي اي ام مصريه بتجهز فيا وبتشيل لنا حاجات لجهازنا، كانت بتجيب الحاجات وترصها فوق الدولاب وتحت السرير. اليوم ده انا شلت بطانيه فوق الدولاب مع كوفرتا وبعد ما خرجت من الاوضه لقيتهم وقعوا على الارض. قلت يمكن انا ما حطيتهمش كويس، رجعت الاوضه وحطيتهم تاني وقبل ما اخرج لقيت زي ما يكون حد رماهم من على الدولاب. دواليب زمان القديمه كبيره وواسعه يعني الحاجه ما تقعش بسهوله منها، ده زي ما يكون حد حدفهم تاني. ماما قالت لي خلاص خليهم على الارض لحد ما حد من اخواتك يجي يحطها كويس. ورحت اتفرج على التلفزيون لقيت حد معدي من قدام التلفزيون فقمت سالت ماما وسالت اخواتي لكن قالوا لي ان مفيش حد عدى. قلت يمكن بيتهيألي وده خيال لان مفيش حد منهم خالص عدى، والخيال ده خرج من الاوضه اللي فيها جهازي وجهاز اختي. بعدها بابا جاب 4 شيوخ وكان كلهم من المنطقه وواحد من بره المنطقه. لما دخل الشيخ الاخير قلت لهم خليه يخرج بره لانه كان اقوى واحد فيهم، وحسيت بخنقه كبيره لما شفته. تعرفي لما تحطي حاجه وتنسي انت حطاها فين، او لما اجي اتصل بحد واتكلم معاه كتير وبعد ما اقفل التليفون اقول هو انا كنت بتكلم مع مين، وما كنتش بحس ابدا بالاحداث اللي بتحصل لي، بس هم كانوا بيحكوا لي بعدها كل حاجه بالتفصيل. الشيوخ اجتمعوا وقعدوا يقروا قران وشربوني ميه مقري عليها قران ورشوا حاجه في الارضيات. كل اللي حضرتهم كانوا من الكتاب لاني وانا بقرا فيه حضرت جن بالغلط من غير ما اعرف، غير اني كنت معديه على عمل بس ما كانش معمول لي، انا عديت بالغلط. العمل كان معمول عند واحد مسيحي والعمل كان معمول لواحده جارتنا وانا عديت على العمل قبلها للاسف الشديد واتلبست من جن مسيحي. قعدت اعمل لهم اشاره الصليب واتكلم باصوات غريبه قوي. المهم قعدوا يقروا عليا وينزلوا يصلوا وبعد كده يرجعوا يقروا عليا تاني. فضلوا 4 ايام على النظام ده. وطبعا في ناس يقولوا للجن يخرج من رجلي ودي فعلا حقيقه لانهم خرجوهم معظمهم من رجلي وقالوا لازم البيت كله يتقري فيه قران ويترش بميه قران. وطبعا لما خرجوا من رجلي سابوا اثر شديد وبلاش اوصف المنظر لانه بشع فعلا، والحمد لله قدر ولطف. انا حاليا متجوزه وام لطفلين، ساعات بيحبوا يلعبوا معايا، بلاقي اطفال صغيره بتضحك وبتتنطط في الشقه بس خلاص اتعودت عليهم لانهم مش بيأذوني الحمد لله. حبايب قلبي اللي هيطلعوا معايا في فيديو النهارده جودي محمد، ليان من فلسطين، فاطمه من سوريا، لارا من العراق، خديجه من مصر، ملك من مصر. وان شاء الله كل فيديو اطلع 5 أو 6 اسامي معايا. وبس كده، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان توصل لكم كل القصص الجديده اول باول.